تخيلي اول حد هيخبط على الباب يطلب ايدي انا هوافق على طول. دي كلمه بنت لسه في اوائل العشرينات، ما بداتش حاجه وما عاشتش حاجه في حياتها. طيب منطقيا بس الاول يا نهى خلينا نقول ان البنت لما تقول حاجه زي دي هو بيرجع لحاجات كتير. ممكن يكون ضغط خارجي من قرايبها، من الناس اللي بتشوفهم، ايه يا بنتي انت لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتيش هنفرح بيكي امتى؟ بالظبط، هنفرح بيكي امتى. ممكن يكون حاجه تانية، الام جوه البيت ممكن دايما بتقول لها ايه، انا نفسي بقى تتجوزي، انا نفسي افرح بيكي. هي الام من واقع جواها كأم انا عايزه افرح ببنتي، انت هتفضلي في وشي لحد امتى؟ بس ده بيأثر بالسلب على البنت، لان البنت دايما حاسه ان هي كأن فيها عيب، انا عايزه اخلص منك. بالظبط. حاجه ثالثه ودي برضو اللي نعتبر ده الاخطر على الاطلاق، هي علاقه الاب ببنته. الاباء بيعتبروا ان انا الرجل الاوحد في حياه بنتي، فبنتي دي يعني بتاعتي، يعني ملكي، فالمفروض ان انا اسيطر عليها، خد بالي منها. لا البنت لازم تلتزم بحاجات معينه، البنت لازم تعمل حاجات في توقيتات معينه، ان لا اعملي ده صح ده غلط. انا ما بقولش انه ده غلط من الاب، بس بقول ان كل حاجه لازم يكون لها حدود، لانه البنت كده بتعتبر ايه، طب بتسيطر عليا، انت بتتحكم فيا، انت خانقني. فممكن بقى توصل زي ما انت بتقولي، اول واحد هيخبط على باب هوافق. طب هل ده كويس؟ ما هي هل ده وحش؟ كانت كده فعلا. طب انا بقى اخرج من بيت انا في تحكم لبيت اخر انا ما اعرفش ده ايه، مش عارفه اذا كان الاختيار بتاعي اختيار صح ولا غلط، لان اخترته بناء على هروب من بالظبط كده. فالبنت هنا بتهرب. هي فعلا كانت بتقول كده، كانت بتقول ان انا بابا بيتحكم فيا جدا، ما بياخدش رايي خالص، دايما كلمته هي اللي بتمشي، وانا مش ماليش الحق ان انا اخد ودي في الكلام او حتى اناقش مشاعري فيه. حكمه كان دايما قاسي ودايما بعيد عني، وما كنتش بحس ان هو والدي او ان هو بابايا من الناس الدعم والسند بتاعي. المواضيع دي بتحصل معانا كتير وبتجيلنا فيها كتير سيشن، بس انا عايزه اقول ان الاب محتاج ان هو يبقى فاهم كويس قوي ان هو الداعم الاول والاخير في حياه بنته، وان علاقته بيها والحدود اللي بيرسمها بتبقى اول واول لا البنت بتعملها وبتقولها بتبقى في نطاق رحابة باباها وفي حدود أدبه وأخلاقه وإن هو بيدعم ليه. دي من الحاجات المهمة جدا جدا يا فاطمة. محتاجة أضيف على كلامك كمان إنه الأب هو يعني حجر الأساس التكويني في شخصية البنت، بالظبط. الشخصية النفسية والعاطفية، لأن الأب هو اللي بيحط البذرة زي ما بنقول. انت بنتك انت عايز تحميها وعايز تحتويها وعايز تقربها منك وعايز البنت ما تخرجش من طوعك، او انت اب متسلط فانت عايز تتحكم فيها. انت الاساس في الحالتين، انت اللي بتبني الشخصيه. طب تعالي نشوف بقى انعكاسه على شخصيه البنت. انا اب بتحكم بحاول اسيطر، او اب بخاف عليها فبحاول اتحكم فيها. أيوة. ففي الحالتين في دول النوعين هنلاقي ان النتيجه ايه؟ البنت ثقتها في النفسيه مهزوزه جدا، ما عندهاش ثقه اصلا، هي على طول حاسه انها غلط، انها دايما بتخاف. البنت بقى تكوينها النفسي وتكوينها الشخصي، انا ببني شخصيه. طب انا ابني الشخصيه ازاي؟ ان انا ادعم، ادي مساحه الامان، الحريه، عبري عن رايك، عبري عن مشاعرك، اديها مساحه انها تقول لك لا يا بابا انت مثلا انا شايفه ان انت رايك غلط، وانت تقبل النقد، لان انت في النهايه هتقول لها صح من الغلط. لو انت تقبلت الحته دي وبقى في بينكم مساحه اللي هو الكلام رايح جاي بينكم، أيوة. هتلاقي البنت انت اول واحده هتجري عليه، انت برضه هتبقى الراجل الاوحد. عارفه عندنا في البيت زوجي دايما يقول لي يا نهى ما توقفيش ند بند لاولادك، اخسري قدامهم ارضيه. بالظبط. ليه؟ علشان يعرفوا يتناقشوا بعد كده، عشان يعرفوا لما يبقى حد كبير قدامه يعرف ياخد ويدي ويعبر عن رايه، مش لازم احنا اللي دايما نبقى غلط. الحته دي دايما بفتكرها رحمه جوزي جدا جدا. وفي حته كمان انه الاب محتاج يعرف حدود المشاعر والحدود الجسميه بتاعه البنت، لانه لو قلل من مشاعرها هيبقى عندها مشكله ان هي بعد كده بتدخل في علاقات غير ناضجه بالمره، لان هي خلاص بقت عندها صورتها الذاتيه عن نفسها اتهزت من عند باباها. وكمان في من حدود الغرفه، اب محتاج ان هو يفهم ان بقت في حدود، بل بالعكس بقى في اوقات كتيره قوي قوي يا فاطمه بتيجي الام عند الاب وتقول له لحد هنا الموضوع ده ما يخصكش، يخصني انا، فسيبهولي بقى. دي حدود الام عرفته للاب في مواضيع معينه في سن معين بينها وبين البنت، دي بتاعتها هي، الاب مش المفروض يدخل فيه، مش المفروض يتكلم فيه. فدي نقطه بتوه عن امهات كتيره جدا وابهات كتيره جدا. بس انا عايز اضيف حاجتين لكلامك. اول حاجه هرجع شويه لورا، وانت بتقولي ان
يعني جوزك بيقول لك ان انت ما تبقيش الند لبنتك أيوة. عشان ما تخسريش المعركه لا او بيقول الحوار لي اللي بينكم. اخسري ارضيه قدام ولادك عشان ثقتهم في نفسهم. انا بقى وجهه نظري في الحته دي ان احنا دايما انت عشان تكسبي علاقتك بولادك ان انت مش مهم اكسب المناقشه او الجلسه اللي انا قاعده فيها مع ما هي ولادي. دي اخسري ارضيه. المهم ان انا ايه، ان انا كسبت علاقتي بيهم. فدي نقطه بالظبط. مهمه جدا انك تكسبي علاقتك بالبنت. الحاجه الثانيه على حته احترام الخصوصيه، انا شايفه بقى انه ده مع البنت ومع الولد، انه حتى لو هنرجع للحلقه اللي فاتت لازم احترم خصوصيه ولادي، لازم احترم ان ابني او احنا بنتي اتكلمنا عنها صح. بالظبط، ان ابني او بنتي وصلوا لمرحله معينه لازم اعلمهم ان انا بحترم خصوصيتهم، انا مش بتدخل في خصوصيتك، انت ليك خصوصياتك وليك حاجتك الشخصيه اللي ما ينفعش انا اخترقها. بس هو عشان العلاقه بينا سويه والعلاقه حلوه هو هيرجع لي وهيقول لي على كل حاجه، والبنت هتقرب مني وترجع لي. بس دايما بيجي في مرحله سنيه معينه، مرحله المراهقه عند الولاد وعند البنات، لا دي اوضتي، دي حاجتي، دي بتاعتي، من فضلك من انت داخل تخبط على الباب. على فكره انا شايفه ان كل دي حاجات سويه في التربيه، انه لازم نحترم بعض ونحترم خصوصيات بعض. ده طبيعي، ما ده طبيعي. كانش الاب والام يدوا لاولادهم المساحه دي هم نفسهم مش هيقدروا يتعودوا ان هم بره البيت بعد كده بيحترموا حدودهم وانه عارفين ان ده حقهم ان هم لا وهيرجعوا نقطه ثانيه، انه انا لما اجي افتح الباب على بنتي وادخل مره واحده، طب معلش ما هي البنت هتقررها معايا، فلما تيجي تفتح الباب عليا واقول لها طب انت مش المفروض تخبطي، ممكن ترد عليا عادي تقولي طب ما انت ما بتخبطيش وانت داخله، طب انا هرد اعمل ايه؟ هزعق وانا الام وانا الكبيره؟ طيب احنا هنا اصلا بنتكلم عن الام وابنها، فاحنا برضو اللقطه دي محتاجه ما بين الام وابنها ان هم يشتغلوا طبعا. ما هي لو انت دخلتي في الموضوع، احنا بنتكلم حاليا حلقه الاب وبنته، فاحنا دخلنا موضوعات مختلفه لان هي الفكره كلها معانا انه هي كله مرتبط ببعضه. صحيح. فالفكره كلها ان احنا الام وابنها والاب وبنته الاثنين محتاجين ان الاب مع البنت يعرف الخصوصيه والام مع ابنها يعرفوا الخصوصيه. لكن احنا في حلقتنا النهارده بنسلط الضوء على علاقه الاب ببنته، وان ازاي الاب يحترم خصوصيه بنته، وازاي الاب يحاول يحتوي بنته ان هو يوصل لها ان انا بحاول احميكي واقرب منك، مش عايز ان انا اقتحم حياتك. انا عجبتني الحلقه اصلا اللي فاتت ولسه مأثره معايا، فعشان كده جبتها الام وبنتها. انا مش عايز بالظبط كده، فانا مش عايز اقتحم الخصوصيه واقتحم حياه بنتي. انا كأب اقدر احمي بنتي واقدر اقرب من بنتي اقدر احتوي بنتي، بس ارجوك بلاش تحكم، بلاش سيطره، بلاش سلطه تخلي البنت تقول اول واحد هيخبط على الباب انا هوافق عليه على طول بالظبط كده. اي تفكير. نتمنى تكون الرساله وصلت، ونتمنى نكون ان احنا وصلنا لكم اللي عايزين نقوله. صحيح. ان العلاقات الاب بالبنت لازم هي فيها حساسيه شويه، فلازم كل اب ياخد باله هو بيتعامل ازاي مع بنته. صحيح جدا. ان شاء الله نشوفكم بودكاست الجاي باذن الله.